السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة حمزة. اليوم كنقترح عليكم واحد الحليوه ديال ايام زمان، كتجي رائعه الصراحه. الشكل ديالها زويون وحتى المذاق كيجي اكثر من رائع. كنظن كلكم كتعرفوها. هاد الحليوه غتفكركم في ايام الصغر، كانوا الامهات ديالنا والجداوات ديالنا كيديروها لينا بزاف في الاعياد. وقبل ما ندوزو للوصفه كنقول لكم لاول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بكم والف مرحبا. كنتمنى تشتركوا معايا بالقناه وتفعلوا الجرس، وكذلك الى عجبكم لا فيديو تخليو جيم وتبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم. ندوزو مباشره للمقادير. غنحتاجو عندي هنا كاس ديال الججلان، انا هذا حمرته شويه في المقله، ممكن تعوضوه بكاوكاو حتى هو تحيدوا له القشره وتحمروه وطحنوه. عندي كاس ديال الزيت، دائما العبار بكاس ديال العنبه، كاس الشاي المغربي. عندي كاس ديال سكر سنيده، عندي 4 القطع ديال الفرماج او الجبن، عندي واحد البيضه غير صغيره ماشي كبيره، عندي معلقه صغيره ديال القرفه، وغنحتاج هذه 250 رابعه ديال المارغرين. من الاحسن تستعملوا المارغرين، الا استعملتوا الزبده العاديه ديال الاكل غتهز لكم طحين بزاف. وغنحتاج واحد الخماره وحده، وعندي الطحين او الفرص حسب الخليط. وغنحتاج باش نفند الحليوه بعد ما طيب غنحتاج السكر كلاصي. من الاحسن تاخذوا النوعيه الممتازه بحال هذا ديال الباكيه. ندوزو ان شاء الله لطريقه التحضير. بسم الله، نبداو على بركه الله. اولا غنبدا بالزبده. الزبده كما كتشوفوا كتكون قاصحه، انا غنحكها في الحكاكه باش تسهل عليا نخدم بها. غنضيف معها سنيده، غنضيف الفرماج، وغنضيف واحد شويه الملح. رامي عطيني الملح، واحد قبيصه ديال الملح. نخدم هاد الزبده مع الفرماج مع سكر سنيده. غنضيف البيضه، غنضيف كاس ديال الزيت بشويه بشويه. غنضيف ججلان، غنضيف القرفه، نحاول نخلط مزيان باش ندمج العناصر كلها. غنضيف خميره كيماويه، خماره وحده من وزن 8 غرام. دابا غنبدا نضيف الدقيق،
نضيفوا الدقيق حتى تجمع ونرجع معكم. ها هي تجمعات كما كتشوفوا، خصها تكون بهذا الشكل هذا. خصها تكون بحال هكا. المهم تقدر تجمع لينا كما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه بزاف وماشي رطبه. خصها تكون بحال هكا. المهم تقدر تجمع لينا كما كتشوفوا، ما تكونش قاصحه بزاف وماشي رطبه. قديم ما تشربيش. زعما راني كنصور ما تنعرفش واحد صراحه. انا باينها ويلي يا فرتي فلاط. نشوف شنو هي هاد الحلوه، ما كتصوريش. ما كتصور حنا بنات نهضروا. ملي كنتم تحترموا حد هادشي عندك مالح. من بعد ما نشكلها بهذا الشكل كما كتشوفوا يكونوا كلهم قياس واحد. دابا غندير على شكل هلال بحال هكا. وغنستفهم في اللاطه تكون مدهونه بشويه الزيت. ونستمر على نفس الشكل حتى نكمل العجينه كلها اللي عندي. نكمل هذا الشيء ونرجع معكم. كملت هاد الطاوه هذه. دابا سخنت الفران على درجه حراره 180 وغندخلها طيب ونكمل هادو اللي باقي وما نخليوهاش تحمر بزاف غير شويه. صافي غندخلها الفران ونرجع معكم باش نشوفوا الشكل ديالها بعد ما تخرج من الفران. بعد ما خرجنا من الفران كما كتشوفوا خصها تجي بحال هذا الشكل هذا محمر غير شويه. دابا هاد الطاوه هذه ما غنوصلش ليها حتى تبرد مزيان وغندوز باش نفند هذيك اللي بردات. هذه بردات مزيان نديروها في السكر كلاصي بحال هكا. من الافضل السكر كلاصي تكون نوعيه مزيانه باش كيلصق عليها. كما قلت لكم ما تبداوش تفندوها في السكر كلاصي حتى تبرد تماما باش ما تسرش لكم، حقاش كتكون هشيشه بزاف. كما شفتوا هذا هو الشكل النهائي ديالها، كتجي زوينه بزاف
صراحه كتجي رائعه وكتجي هشيشه وكتخرج كميه وفيره. هاد الكميه عطاتني 96 حبه تقريبا 96. كنتمنى هاد الوصفه ديال اليوم تكون عجباتكم، وهاد الحليوه ديال اللوز اتاي تكون عجباتكم. ولا عجبتكم ما تنساونيش مني لايك وكذلك اشتراك في القناه. ما بقى لي الا نقول لكم شكرا على المتابعه ومع السلامه.